حبايب قلبي عاملين ايه؟ قلت اعمل لكم النهارده بقى كده بسبوسه بالشوكولاته. جميله جدا جدا، وما اخدتش وقت برضو خالص خالص. بس ما شاء الله تبارك الرحمن، جميله جدا. تعالوا بقى نبدا على طول كده السوائل مع بعض. هنجيب الحله بتاعتنا وننزل عليها بكوبايه من السكر، وهنحط عليها ربع كوبايه ميه بنفس الكوبايه. بصوا، ربع بس. هنحطها بقى كده على النار، وهنسيبها بقى تتكرمل كده مع نفسها. بصوا خدت اللون معانا. جبنا معلقه من العسل بعد ما كرملت معانا، انا ما قلبتهاش خالص، سبتها لحد ما غليت لوحدها كده وعملت الكرمله بتاعتها، كانت جميله جدا. جبنا بقى معلقه من العسل، هو ده السر بقى اللي بيخلي البسبوسه بتبقى لونها حلو. طبعا قلبناها كده بعد ما كرملت، وهنحضر بقى كوبايه من اللبن. بصوا ما شاء الله، خدت غلوه حلوه معانا. كوبايه بقى من اللبن، وطبعا هنقلب باستمرار عشان ما تكتلش معانا. زي ما انتوا شايفين كده، كله النار شغاله بس على هاديه شويه، ما تكونش النار عاليه. في ناس تانية بتعمل طريقة البسبوسة بطريقة تانية طبعا، بس يعني دي الطريقة اللي هي ناجحة معايا وبتبقى جميلة جدا. وكوباية من السمنة، طبعا دي سمنة بلدي كنت انا مسيحاها. كده بنقلبهم كده الخليط مع بعض، يا دوبك ياخدوا غلوة، وبندفع عليهم يهدوا عقبال ما احضر بقية المكونات. بصوا ما شاء الله، يا دوبك غليوا معانا كده وطفيت النار. نجيب بقى الطبق بتاعنا. بصوا غليت اهيت وهديت خالص. نجيب بقى نص كيلو من البسبوسة دي السميد، دي البسبوسة. هننزله بقى في الطبق كده معانا. هنحط عليها معلقتين من جوز الهند. يعتبر كده البسبوسه خلصت معانا، مفيش اسهل من كده. هنديهم تقليبه كده وهننزل عليهم بالخليط بتاعنا. طبعا في ناس كتيره بتحب تعمل البسبوسه بطريقه تانية، بتحط كله على بعضه عادي، بس ما بتبقاش نفس الطعم ونفس الشكل بتاع المحلات. بصوا ما شاء الله، المكونات مظبوطه، وزي ما انتوا شايفين كده، وهتشوفوا معانا النتيجه في الاخر. طبعا هنقلبها كده، هناخد من الجنب كده بالراحه ونقلبها. ما ينفعش نعجنها طبعا، يا دوبك هنقلبها بس الخليط يندمج كده مع بعضه. بس كده. لو وصلتوا معايا هنا لحد الفيديو كده، تنسونيش بقى في اللايك. بصوا ما شاء الله، كده قلبناها كويس. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا، جبنا بقى صينيه وسط، ولا كبيره ولا صغيره، عشان تطلع معانا كويسه. دهنة سمنه كده بلدي برضو. بصوا ما شاء الله، هننزل عليها بالخليط بتاعنا. طبعا كنت انا مولعه الفرن. بصوا ما شاء الله، هنسويها بس اهم حاجه كويس عشان تبقى الطبقه بتاعتنا مستويه كده وجميله. بصوا هندبها بقى دبه كده، بقت بالشكل ده. وهندخلها الفرن، يا دوبك اخدت ربع ساعه. عملنا بقى الشربات. طبعا الشربات سهل جدا كلنا عارفينه، بنحط كوبايه سكر على كوبايه ميه، وسيبناها بقى غليت شويه، وعصره ليمونه، ومعلقه عسل كلوكوز، وورقه فانيليا، واحده فانيليا كده. طبعا سخنه والشربات سخن، لازم الشربات يبقى سائل كده، ما يبقاش تقيل. البسبوسه خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين، جميله جدا وسخنه، فلازم انزل عليها الشربات وهو سخن. وهسيبها بقى تهدى خالص مع نفسها، وتتشرب بقى من الشربات. اكون انا حضرت بقى الشوكولاته. بصوا ما شاء الله، طبعا هي سخنه. انا بقى حطيتها في التلاجة عشان الشوكولاته البسبوسه ما تشربش الشوكولاته. بصوا ما شاء الله، هديت خالص اهي. هنسيبها بقى كده. كده انا حطيتها في التلاجة شويه، طلعتها بقى وسيحت الشوكولاته خام في الميكروويف، او على ميه سخنه. تعملها حمام ميه سخنه وتحطيها فيها. بصوا ما شاء الله، جميله جدا. طبعا الشربات اهو، البسبوسه شربته. وطبعا السقعه، عشان كده الشوكولاته اتظبطت عليها، يعني لان لو اتحطت سخنه هتسيح الشوكولاته.
بصوا ما شاء الله. هنسويها بقى كويس زي بتاعة المحلات بالظبط، وطعمها جميل جدا جدا، وحاجة سهلة وخفيفة برضو يعني، وفرحت الأولاد. حاجة حلوة كده واحنا قاعدين بالليل، يعني جميلة جدا. بص طعمها تحفة وشكلها جميل. ده الشكل بتاعها اهو. هنحطها بقى في التلاجة برضو شوية عشان خاطر تمسك ونعرف نقطعها. بص بعد ما خرجت من التلاجة قعدت يجي ساعة وساعتين، انا نسيتها بصراحة في التلاجة شوية. بص بقى نقطعها. طبعا جامدة شوية عشان سبتها شوية كتير، بس ما شاء الله جميلة. كانوا الاولاد مستعجلين عليها، المفروض اسيبها بقى تهدى شوية بره، بس انا قطعتها وهي ماسكة شوية. بس كانت جميلة جدا. بصوا عاملة ازاي ما شاء الله، والبسبوسة مرملة والشوكولاتة تحفة وحاجة جديدة وفرحتي بيها اولادك. وبألف هنا والشفا عليكم حبايب قلبي. ما تنسونيش بقى في اللايك، وكل سنة وانتم طيبين.